خوتي المغاربه، مرحبا بكم. بدايه اعتذر على رداءة الصوت، شويه عيان. عندي شويه الحلقه ممرض. واحد غيقول لي كيفاش مريض وداير هاد الحلقه. والله العظيم بغيت غير نصيفط رساله للوزير العدل، نقول والله وتكون فيا الموت. شي دابا نبقى نموت هكا، والله حتى غنتفاعل معاك. والله في اطار القانون وفي الاحترام السيد الوزير، باحترام الواجب ليك بحكم موقعك الدستوري، ولكن والله لا خلعتيني يا السيد الوزير. وماشي تنقول لك انك ما تقدر دير والو، دير وتعدى ليه. نتوما راه كديروا اللي بغيتو السيد الوزير، وحنا عارفين عندك صحابك حنا اغبياء ولا متنطعين، ولكن حنا كنقاوموا وكندافعوا على البلاد السيد الوزير. لا خليناكم والله تعاد تاكلوا المغرب، حنا كنقاوموا والله السيد الوزير. انا مؤمن داخل انك تقدر دير اللي ما تجي، انا مآمن انك دير لي اللي ما تجيني على بالي، تقدر، مآمن بهذه الفكره. سيرتو في هذا الزمان دابا، سيرتو انك ماشي بوحدك، وسيرتو انك مدعوم مزيان. دير هادي في بالك السيد الوزير. ولكن حنا وماشي متنطعين ولا مغامرين، ولكن حنا هاد البلاد تنحبوها وتقاتلوا عليها الناس، ما نخليوها لكمش السيد الوزير، في اطار القانون وفي اطار الصواب. والله ما نخليوها لكم السيد الوزير، والله ما نخليو لكم هذا المغرب، بالله الذي لا رب سواه، في اطار التوابيت، في اطار الاحترام ليكم الواجب، في اطار الدستور، في اطار. اما تقول بهذا الترهيب هذا غتخلعونا، والله ما تخلعونا. ونقول لك واحد الهضره السيد الوزير، عندك السيد الوزير تسحب راسك. احنا علمتنا الحياه السيد الوزير وهبي، انا راه بكل تواضع يا ربي استغفر الله، باقي كنتعلم، ولكن راه كنعرفوا الناس في انا راه حافظك السيد الوزير. انت ما بيدك لا كرامه ولا حتى شي حاجه، انت واللي معاك تستهدف خنق هذه القناه، لانها تحقق نسبه مشاهده عاليه، تربك حساباتكم السياسيه، تفضح سياساتكم العموميه. ما كاينه شي حاجه اخرى من غير تقول اعطيني الدليل نعطيه لك دابا. شحال من دليل نعطيك؟ واحد. شكون اللي جبد لك ولدك؟ شوف تيفي ولدك جبد لك شي في تيفي ودعيتي المهداوي. شكون جبد لك السياره؟ شيك سري، شيك سري، ياك شيك سري عطاتو لكيند العشاء بشي طانوبيل، وماشي شيك سري. اسمع الخباشي اش قال لك والرماني، اسمع اليوم الخباشي عرفتي اش دار لك خباشي؟ قال لك انت تضمر فساد وكتدعي النقاء. عرفتي هادي اش دار لك فيها؟ تدعي نقاء، تدعي يعني انت ماشي نقي وتضمر فساد، داخل عندك الفساد. انا والله ما كنقول لك هادشي. انت وهبي الذي حير كل من متابعيه. اكثر من 135 مليون سنتيم هي قيمه الشيك السري الذي حولته هند العشابي لسواد عيون وهبي كهبه للرجل الذي يدعي النقاء. عرفتي شنو انت غير كتدعي النقاء؟ والله اخويا شحال قاصحه الهضره وانا اربع شي خباشي كي دار لك تدع. ما دعيتيش ما تقدرش. انا نقول لك داخل حزب بام لاجل اقتناء سياره اميريه من صنع المانيا، كما تكشف الوثائق حقتها والله اعلم ماذا تخبي. اننا نمشي في ملفات البام الغامضه قد لا يكفي. عرفتي اش كيقول لك هنايا ولا؟ حتى هو اللي حاول تقمص لباس الديمقراطيه الناجحه حقوق الانسان، اختار كذلك الهجوم على الصحافه كمان برا. لقد اصبح مشهورا، اسمع اش قال لك. لقد اصبح مشهورا اليوم خصوصا لدى عدد من الاحزاب اسلوب اللعب على حبلين بين ادعاء الصفاء واضمار الفساد، وبعد ان سئمنا وملينا من الاسلوب يعني السياق فيه انت من اسلوب ذاك الذي ابدى فيه اسلوب. اذا شفتي في جبدت لك ولدك دعيتي المهداوي، خباشي والرماني جبت لك الطانوبيل والشيكسري هند العشابي دعيتي المهداوي. واخر الاستهداف شنو هو؟ هيسبريس. شنو قالت لك هيسبريس؟ هيسبريس قالت لك نقلت لك كلام دعيتي المهداوي. شنو قالت لك هيسبريس؟ مع المغاربه شنو قالت له هيسبريس؟ في مواقع دابا وهبي كيهضر من طرف قضاة سابقين او غيرهم، لا بد ان نوقفه مسجلا ان القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعه للجرائم المنتشره في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا احد صار محميا في المغرب والكل. اسمع المغاربه كنهضروش على تونس، يقول لك لا سمعوا عباره طرح هذا، لا احد صار محميا في موريتانيا، لا في ليبيا، لا في المغرب. اذا نتحدث عن المغاربه، لا احد صار محميا في المغرب. احنا حددنا جغرافيا المغرب، والكل اصبح مستباحا. القافله تسير. القافله شنو هي اللي كتسير؟ هي الحكومه غاده، لكن يجب تاديب الكلاب التي تنبح قبل ان تواصل المشي. شكون هي الكلاب اللي كتنبح؟ اللي كيعلقوا على السياسه العموميه للحكومه، الفيسبوكيين اللي اسيدي كيهضروا الحياه الخاصه ولا يهضروا ماشي شغلنا. ولكن شنو السياق؟ شنو هذا الكلاب؟ كيفاش؟ فلا احد صار محميا في المغرب والكل صار مستباحا. القافله تسير، لكن يجب تاديب الكلاب التي تنبح قبل ان تواصل مسيرها. شنو هذه السي عبد اللطيف؟
أم؟ سي عبد اللطيف كنتي درتي الصحافة سي عبد اللطيف ياك؟ قال لي دابا دعيتيني. كتعرف جنس التعليق؟ ياك كانت عندك شي مجلة كاين واحد الجنس في الصحافة كيتسمى التعليق. كتعرف واحد المقولة تنقولوا الخبر مقدس والتعليق حر. دابا خليتي الخبر ديال اسبريسو وجيتي عند المداوي اللي كيعلق على خبر ومين خديت انا بعد الخبر؟ خديته في الاول من عند الزميل البوداري، ها هو داروا يومين قبل مني. ها انت شوف الجدل اللي حدثتي عند الناس. الاخوت السلام عليكم. عاوتاني الوزير عبد اللطيف وهبي كيخرج بتصريحات مثيره جدا وكيخلق جدل كبير عند الراي العام المغربي. قال لك صحاب الفيسبوك دسروا بزاف وخاصنا نربيو الكلاب اللي كتنبح وما بغاتش تسكت وتعطي التقار للساده. دعي على المهداوي هذا بعد الزميل البوداري دار خدمته برافو ليه كيعلق عادي لاعب منطقه هو بدون استهداف. دعيتي جبدك شوف تيفي دعيتي المهداوي برلمان بوكم شيكسير دعيتي المهداوي الخبر نشرته سبري دعي المهداوي والبودالي ياك هذا هو التقاضي بحسن النيه. ما نعلقوش عليك ياك كيفاش دابا تديرها تخرج الكلام زبله قداش وعلقنا بالتيزان عليك ياك. عندي واحد السؤال بعدا قبل ما نمشي سمعتك قلتي وزير رئيس الحكومه علاش رئيس الحكومه ياك دعيتوني بقانون جنائي ياك مشيتي بقانون جنائي فهمتش الفكره مشيتي ثاني على رئيس الحكومه. بقيت عارف واشرح لي هاد المعادله هو دابا رانا ناشر في نفس القناه يولي دابا اليوم صحافي ولا غديني بقانون جنائي عن طريق رئيس الحكومه عاوتاني ندخلوا في شي متاهه قانونيه. قول لي كي غتحل السي وهبي هاد اللغز ياك البارح قلتي لينا في الرسوم وقضائيه وهذه قانون. ولا مشيتي عند رئيس الحكومه علاش؟ باش الدعوه كتكون غليظه زعما عرفتي شنو ما كتهبط رئيس حكومه على مواطن بحالي ولا هذا واش هذا هو الخلفيه زعما علاش كتستعمل رئيس حكومه علاش كتورط رئيس حكومه بغيت نفهم. وعلاش قلتي عبد الله شنو قلتي واحد الهضره مع شكون اللي قال لي قلتي لهم شكون هذا نبي بن عبد الله توسط وعلاش قلتيها بغيت نفهم شنو خلفيتك دابا شنو بغيتي تقول نبي بن عبد الله توسط ليا وانا ما علاش فاش كتهمنا واش هذه منتجه انت دابا كتقول علاش جبتي هذه المعلومه وباتفاق مع بن عبد الله قال لك خرج الهضره ولا ما قالهاش لك؟ قول لي جاوبني فهاد علاش بغيت نفهم شنو زعما راجعوا عندك الناس راك مظلوم. وانا السي ربيع بن عبد الله قالوا لي الناس قلت لهم لا والله تنتحدى الناس اللي المقربين من قلت لهم انا ما تدخلونيش في هذا الشيء. كان موقفي ولا زال القضيه بيني وبينك السي وهبي ما تفصلوش بها الناس الوسطاء كيفصل بها القانون. سمحوا لي اي واحد دخل بحسن نيه في هذا الملف والله ما خصو يدخل هذاك مال عام عباد الله. ما فهمتش انا هذه الفكره ديال انا كاتب على وزير بصفتي كصحفي نتصالحوا وحنا راه ماشي انا وياه كندابزوا على ولدي ولا ولدو ولا الزرب بيناتنا ماشي شان خاص. هذيك راه فلوس ديال رسوم قضائيه راه خزينه الدوله ضرائب المحامون راه خزينه الدوله ما تعلق بالبرلمان راه كيما الصوت المؤسسه. واش هذا الملفات فيها الصلح؟ كيفاش الصلح؟ ما فهمتش انا شنو هو الصلح. ما فيهاش الصلح هذا الشيء سي. وعندي سؤال زعما كتقولها علاش قلتي هذا شنو الميساج؟ قال لي وهبي توسطوها شنو هذا؟ وكان دابا شاده عندك الدعوه الاولى غتخرج الهضره وهاد الدعوه دابا هذه الثانيه وكانت شاده عندك والله ما تخرج الهضره. علاش كدير كتعمر كتشارجي باش كتقونفلي كتعرف شي واحد كيزيد شي تشد لك على دعوه وحده راك غتفركتني. وفين هذيك الدعوه اللي كنتي في صوت المغرب قلت شي كنجود ميل فخرك ولا هذه ديال الكلام فين هذيك قلت كاينه دعوه اخرى تبقى عايش معايا انا ولا؟ والله سيد الوزير المحترم والله خلعتيني ملي كنكون كندير شي حاجه بنقاء ضمير وفي صالح بلادي ووطني. والله السيد الوزير انا مؤمن انك قادر دير اي حاجه حيت هذا الوقت كاين واحد الانحراف كبير كتعيش في البلاد تقدر دير اي حاجه موقعه عندك صاحبك غنربحك والله ما عندي حتى 0.0 ديال الوهم غنربحك وانا عارف راسي كاع داك الشيء كله صحيح ولكن عارف ان ما يمكنش هذا الشيء اللي ولا كيدار في المغرب. تقول انت شوف الناس عباد الله في كوريا الشماليه ولا كوريا شوف الناس حنا عايشين مع بشر بعضهم. أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس فتح تحقيق مع الرئيس يوسوك بتهمة التمرد بعد إعلان الناس كيفتحوا مع رئيس كوريا. الشرطة كتسمع الرئيس في كوريا. فرنسا نتوما كتشوفوا التطورات الأخرى السياسية إقالات ناري 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 ناري. حنا عندنا الوزراء يا ربي استغفرت كلمة بغاو يوليو آلهة لا يناقشون تناقشوهم وتهضر معاهم
الآلهة أصبحوا عندنا في المغرب، والله تا الآلهة بالله، استغفر الله يا ربي هذه الكلمة، إنهم الآلهة، إنهم الآلهة يا رب يا رب يا رب يا رب. واخا وسمعوا هذا الرحلة مع هذا السيد هذا رجاء أخوتي المغاربة لما سمعوا، سمعوا ماذا قال، سمعوا ماذا قال، سمعوا ماذا قال. الصحفي النظيف الذي يقوم بعمله ويقوم بالبحث والتحري وكيجيب المعلومة. دابا هذه طريقة نقاش السيد الوزير المحترم. من الصحفي النظيف كاين غير النظيف. شيكو كنا دابا حنا عندنا شي مجلس وطني صحافة وعندنا شي نقابة، شنو يديروا لك؟ بقى والو، واش قلت لك انا بقى والو، شي باش تولد النظيف تخرج انت تكرفت على الصحافة، سير شكي في المؤسسات الصحافة، سير شكي شكاية في القضاء، كيما تخرج تشهر بهذه الطريقة. اللي كياخذ حقه واللي كيحترم دولة المؤسسات، الوزير كيدير هاد التصريحات وهاد الصوت هاد النبرة، الوزير كيغوت بهاد الطريقة. وعلى من كتغوت زعما على الجزائر؟ وعلى من كترفع دابا صوتك على من الفاسدين؟ علي انا كترفع هاد الصوت لهاد الدرجة؟ انا قهرتك دابا. هذا الصوت ديال الوزير مع احترامي ليك والله ما كيعجبني الحال. واش هكا كانوا الوزراء كيهضروا؟ كي كانوا الوزراء سمعتي كيفاش كان عبد الفيلالي كيداير بشخ، تكريم العمراني الصوت ديالو كيفاش كتشوفوا. ودريس البصري يا خويا كان عقل دريس البصري في البرلمان، رفيقنا علي عتا ورفيقنا. دابا شوف صوته كيفاش داير السيد الوزير المحترم، شوف صوته منفعل. انا غادي نحميه. اما اللي كيجيب ويستعملك انت باش يدخل مداخيل ماليه لانه التيك توك ولا الفيسبوك كيخلص. شحال اجي نقول لك، شحال كتدخل انت؟ ها شو كيدخلك انت ولا انا معاك خدام انت فابور؟ هاد القضيه ديالك كيدخل ما كيدخل، شحال كتدخل انت؟ قول لي شحال كتدخل انت، نشوف شحال كتدخل، نشوف والله تنضرب عليك شي دويره. عندك اسيدي واخا تقسيم تعويضات، انا راه كنجيب فلوس ميريكان من برا وكندخلها هنا وكنروج بها. انا كنجيب فلوس للمملكه المغربيه من الخارج من ميريكان، عقل هذه مزيان. الفلوس كنجيب المال العام، انت لا، انت كتعيش بالمال العام. شي الفرق بيني وبينك؟ نشوف انت اش كدير الفلوس. ها سيدي عندك كيعطيو قال لك واحد 2 المليون زائد 4 المليون 14000 درهم زائد كذا 40000 درهم. وعندك كيعطيوك شنو اخر تعويض على السكن ياك على اعضاء الحكومه 15000 درهم. شحال ولات؟ هي 5 المليون ونص السكن شهريا، وتعويض شهري عن صوائر التأتيت والاواني والادوات الزجاجيه والفضيه 5000 درهم. شحال ولات عندك؟ 4 5 ها 6 المليون. وتتكفل الدوله بنفقات الماء والتدفئه والاناره لاعضاء لاخنوج لوهبي. وتضع 3 سيارات المصلحه، راه هنا اشاره رئيس الحكومه والسيارتين، هنا اشاره كل وزير. عندك 2 طوموبيلات تعطيك الدوله مازوطه بكل. حنا انا وامي وبا واختي وخالتي وبنت عمتي والمغاربه، حنا نقول شي كلمه يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصور كتعطيه 2 طوموبيلات من المال العام، 2 طوموبيلات حنا كنعطيوهم له، 2 طوموبيلات كنعطيوه، ورئيس المطبخ وكنعطيوه الملايين وكيعيق وكاس كيسب فينا، كاس كيحيي علينا، وكاس كيديرنا بحال حنا خماسه عنده. شوف حنا بحال شي خماسه عنده. تعرفوا البلاد ما بقاش فيها الحقوق. يخول الظاهر. وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة لأعضاء الحكومة. وتضع 3 سيارات المصلحة، هنا إشارة رئيس، وسيارتين هنا إشارة الوزير، وسيارة واحدة هنا إشارة كل كاتب. شنو كيعطيو الوهبي عاوتاني؟ يتوفر منزل وهبي على هيئة مستخدمين، تتركب هيئة مستخدمين منزل ياك رئيس المطبخ والطباخ مساعد وبستاني كما يجعل القانون هنا إشارة الوزراء العدد نفسه من المستخدمين المذكورين، وكذلك بالنسبة لكتاب الدولة. اذا السي وهبي شنو عنده اخر؟ شو وهبي شنو كيعطيوه؟ صمتوا المغاربه. عنده رئيس ديال الخدامه، رئيس خدم وحشم، ورئيس المطبخ والطباخ المساعد والبستاني الواحد، وعاد عنده داك النفقات الماء والتدفئه والاناره وجوج سيارات عنده. شوف، وعنده الاواني الفضيه 5000 درهم ومليون ونص تعويض على السكن و4 المليون قاره. وحسوا المغاربه شحال بين فين الاخر يوجه بعض الرواد وملي كيسالي كيخلصوه ب 10 شهور. وعنده ميزانيه استثمار وعنده ميزانيه ديال التسيير. باش عايش انت يا وهبي؟ وعاد عندك مكتب ديال المحاماه ديالك دابا، عندك مكتب وعندك، ونبتي على سي دي جي، ونبتي على القرض الفلاحي، ونبتي على وانا، ونبتي على كوكا، ونبتي على شحال من نبتي اخر، السياج، كل مؤسسات الدوله. وحاضيني انا دوزت 3 سنين ديال الحبس، كندخل السوانت ديال الادسنس كل مره تجبدها. هل يليق بك انت وزير؟ أم حسن نعيش باليوتيوب ولا نكون خماس بحال بعض الصحفيين؟ خماس عندكم بعضهم، كنقولش كلشي،
اللهم الادسنس حر كنتقدك كيما بغيت، كونك داير لي سري بدوك الريالات ديالكم. هادشي علاش ما تصرتكمش، هادشي علاش ما تصرتناش ليكم. راك داير لي السي وهبي انت وصحابك السريفه هنايا. لا نقاش دابا هذا يليق وكتغوت ويستعمل جميع الوسائل باش يسيء ليك، باش يجيب اللي بغا. اسمح لي، هذا ارتزاق، هذا خصو يتوقف. دابا هذا ارتزاق. دابا السي الداكي كتسمع هادشي ياك؟ السي حسن الداكي دابا ديك المره كيسبنا بابتزاز دابا على الارتزاق. دابا واخا نقولوا سيدي، نقولوا هاد السيد مظلوم، يمشي للقضاء، يمشي للمجلس، ما معنى يبقى يسب المواطنين المغاربه دابا هكا وزير المملكه المره. دابا واش انا نعايرو السي الداكي السي عبد النبابي؟ واش انا نسبو بحال هكا نقولوا انا ارتزاق نجاوبو؟ ما نقدرش انا، انا ما نقدرش نسبو. ولكن هادشي راه خايب بزاف. السي اخنوش دابا هذا كيخرج كيقول ارتزاق ولا واش الوزير كيهضر بهذا الاسلوب؟ سير للقضاء ادعي، سير للمجلس، سير دير اللي بغيتي. علاش كدير العداله الخاصه الشرع اليد؟ دابا واش هذا مستوى وصلت له المملكه المغربيه؟ عرفتش علاش الناس ما بقاوش. واش وزير كيهضر بهذا الاسلوب كيسب المواطنين؟ وزير، واش وزير كيسب الناس؟ واش الوزير كيسب المغاربه وكيسب؟ الدوله تبهدلت. هادشي ولا مقرف. هاد السيد كرهني في الوزير، وقسما بالله ما باغي نقول هاد العباره، كرهني في شي حاجه سميتها وزير. وليت كيبان لي الوزير بحال حشومه تهضر بهذا الاسلوب ولو تكون مظلوم كاع. واش هذا نيفو؟ راه انت كتمثل المؤسسه الصحفي ينظمه القانون الصحافة الذي ليست فيه أحكام سجنية. علاش؟ لأن الصحفي يفترض أنه مخطئ، يفترض فيه أنه سيرتكب خطأ، والخطأ شنو هو؟ كيجي واحد الخبر ولا كيجي واحد الإعلان كيقول واحد الخطأ، وهذا الموضوع. ولكن حينما يتم تكراره واستغلاله والتمادير مع معرفة الخطأ وتحويل أفعال عادية إلى جرائم بأوراق وهمية. شنو هي الأوراق الوهمية؟ يصير طعنتي فيهم وهمية. شي حشومه دابا كتستغل هكا في التلفازه، وحشومه على ديك السيده اللي حشومه عليك العريشي، حشومه عليك فيصل العريشي. شوف مفاهم مع الصحفيه وعلى شي تلقاه وصاص الصحفيه راه وزير هذا. ماشي عيب الله عليكم، عيب الله عليكم استبحتوا هاد البلاد ولات اقطاعيه. دابا وزير جالس كيهضر بهاد الطريقه، اوراق وهميه طعنتي فيها في المحكمه. علاش الحكم خرج؟ الحكم قال له وهميه، اوراق وهميه. ياك القاضي راه الحكم عندك، مالو ما قال وهميه، واش ما طعنتيش فيه؟ اوراق وهميه بالكاشي. نسولك واحد السؤال وهمي، علاش كدير واحد الثقه؟ علاش ما كتجاوبش على الامور اللي علاش كتقدي في النقاش؟ علاش؟ جاوبنا. كاين شي محامي في المملكه المغربيه كيعطي جزء من الرسوم وكيحتفظ بها؟ عطيني واحد. عمرك قلت لي شي واحد؟ نتحداك، كنتحداك. لان شنو اكبر فضيحه كاين تما وانت واحل فيها وحاصل فيها؟ هي انك عطيتي مليار وبقات 4 المليار. هذيك مخالفه صريحه للقانون. كنعطيو جزء من الرسوم في حاله في المساعده القضائيه، او الا وقع الغلط ما عرفش يحسب كاتب بالضبط، صافي نعطيك الظاهر ديال الرسوم. انا عطيتك الماده 7. انت في وضع مخالف للقانون وهبي، وبيان سير ما كاينش اللي غيهضر معاك حقاش انت وزير. الوزير القانون مستباح، دابا يستباح الدستور والقانون حقاش انت وزير. انا حافظك وهبي، شوف، وتقدر دير اي حاجه معايا، انا متفق معك. والله لو وقعت لك شي حاجه وهبي، وعارف علاش كنقول لك هاد الهضره، عارف والله لو وقعت لك شي حاجه وتوقع لي انا، صحيح، والله انت لو وقعت لك شي حاجه، رحنا علمتنا الحياه السيوه. انت خالفتي القانون، عطيتي غير مليار وبقى 4 المليار. عمرك جاوبتي على هاد النقطه قدام المغاربه كديرها؟ حيت ديك النقطه مشدود فيها، مشدود، وثائق وهميه ماشي حشومه. دابا انت وزير، دابا اسمح لي نقول لك، دابا انا باقي نثيق فيك مره اخرى ملي قلتي والله ما نقدر، ما يمكنش. ما عمرك ما قلتي وهميه. مشيتي لميديا ان تي في ما قلتيش وهميه، مشيتي صوت المغرب ما قلتيش وهميه، مشيتي للمحكمه انت والمحامي ديالك ما قلتيش وهميه. علاش دابا في ميديا علاش عاد وليتي كتجي معايا؟ ياك ما غتجي لنا نقاش جديد في الاستئناف؟ ياك ما فتوى جديده هذه وهميه؟ ما كاينش لونطيد المحكمه الفوق، ما طعنتي فيها ابتدائيا. وهميه كيولي جريمة
لأنك تخرج من صحفي إلى تصفية حسابات. تصفية الحسابات، الرسوم القضائية خصك تخلص منها. ما بقاتش واحد المادة كاينة في قانون المالية في الأول بخصوص الرسوم، سير قرا قانون المالية راك عارفو واش كيكون في واحد المادة. تعرف شنو هي الرسوم ديال الدولة، خزينة الدولة؟ لهاد الدرجة تستبح المغرب، لهاد الدرجة تستبح واحد المغاربة السي وهبي، لهاد الدرجة كتهضر السي وهبي. انت في موقف ضعف، عوض ما تعتذر. تصور حيت حنا لقيتونا مهي البلاد ديروا فيها ما بغيتو. تصور رسوم قضائية كاتب مليار وباقي 4 المليار وما طعنتي ما والو. شو دابا كتهضر بواحد الطريقة حيت الناس وديك خيتي مسكينة جالسة ما عارفة والو، جالسة كدوز عليها الدكاكة. دابا انت وزير شحال مشيتي لميدي ان تيفي، مشيتي للاولى، مشيتي لصوت المغرب، انا شكون اللي عيط لي في هاد البلاد من غير مسكين داك الزميل الزملاء في بابريس مشكورين، وداك الموقع ديال عربي 21. شوفوا في البلاد كيفاش دايره، كيتحالفوا مع الوزير ماشي مع الصحفي اللي زميلهم. شوف دابا مش كنتي في موقع قوه، علاش هاد الخرجات الاعلاميه بزاف السي وهبي؟ علاش كاينه غنجا؟ شحال من خرجه اعلاميه عندك؟ علاش كتخرج اعلاميا بزاف؟ علاش بغيت نفهم. خلفيتها أشخاص آخرون سواء كان محامون سواء ناس عاديين. أنا أقول اليوم بكل وضوح، الصحفي يمكن ابداء رأيه في سياسة العمومية، حياتي الخاصة ليست سياسة عمومية. ما قمت به وأنا محامي لا ليست سياسة عمومية. تمشي حشوم عليك السيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم، ماشي حشوم عليك. ما قمت به حياة خاصة. دابا الضرائب ديال السيارة حياة خاصة. هذيك فلوس ديال الضريبة فين غتمشي؟ تمشي لخزينة الدولة للمغاربة. الرسوم القضائية شنو كنديرو؟ كنبنيو بها السبيطارات، كتروج هاد الشيء السيد الوزير. دابا كتقدر تقولوا في التلفازة حياة خاصة. مشينا سولناك على ولدك على سميتيه انس وما سميتيهش خالد، هذيك حياة خاصة. مشينا كنقولك ما تاكلش الحوت، كل عدس حياتك خاصة، شغلك هذاك. الدار ديالك درتي 4 البيت النعاس ولا واحد، شغلك حياتك خاصة. هذيك راه فلوس ديال السيارة ديال الضرائب، كنسولوك عليها واش تأدات ضرائبها. ملي غتكون الضرائب غتمشي لخزينة الدولة. وشنو هو السياق اللي جبنا لك هادشي؟ قلتي انت المحامون 95% كيخلصوا 10,000 درهم. قلنا لك انت وانت محامي واش خلصتي هاد الضريبة؟ بسيطة، قبل ما تكون وزير كاع ما سولنا فيك. دابا انت غتتهم المحامون في ذمتهم المالية، وملي واجهتك انا بهاد الوثيقة ما قبلتيش، لانك انت ما كتامنش انك تقدر تكون. ما يمكنش. كيفاش انا اسال ولا اسال؟ عرفتي انت كي داير السي وهبي، انت تسال ولا تسال. يعني عندك واحد، شوف كي كيبان لك بنادم. نعاودها لك اهميتها. انت قلتي للمحامون ما كتخلصوش، 95% ديال المحامون كيخلصوا 10,000 درهم، والمحامون داو رد فعل كبير ضدك. في هذا السياق انا جبت لك هاد الطوموبيلات، قلت لك هادي واش مخلصها وانت محامي؟ كيما تهمتي المحامون قبلت انت وقول لي خلص، ما قبلتيش. وها هو برلمان بوانكم قال لك الشيك سري من عند هيد العشابي، سري. نسولك السي وهبي علاش داك الشيك سري؟ علاش داك الشيك سري؟ ونسولك دابا السي وهبي، ما بغيتش نقول واحد العباره، واش كتعتبروا المغاربه بهايم؟ الوصل فيه عبد اللطيف وهبي، الوصل فيه اوطو نجمه، والشيك فيه اوطو نجمه. الوصل فيه 29/4 تاريخ، نفس التاريخ كاينه في الشيك. الوصل فيه الثمن بالريال وبالسنتيم وخوه نفسه اللي كاين في الشيك كاين في الوصل. ونزيدوا الرابعه، ها برلمان بوانكم قال لك شيك سري. علاش ما تتحملش مسؤوليتك وذبحني دير فيا اللي بغيتي؟ وشنو غنتحكموا هكا؟ صح دابا في المغرب بهاد الطرق؟ صح هادشي دابا ولا كيبان لي انا صح؟ ما فهمتش. غندوز فيك صح بالقانون وانت كتفرج. هادشي دابا كيفاش هادشي دابا صح حيت انا وزير؟ ياه حيت وزير القانون فوقنا كاملين. واسيدي اعتذر، ما كاين باس، لقاو شي صيغه اعتذر لينا، ولا قول غلطت، ولا قول ولا اوراق وهميه. واش المغرب وصل لهذا المستوى؟ كيفاش ورقه وهميه؟ كيفاش ورقه وهميه بالكاشي بالمحكمه؟ كيفاش وهميه؟ ياك وملي هي وهميه علاش كاينه حكم؟
وملي كاينه وهميه علاش مشينا داك النهار الحكم وسط المحكمه؟ يا فين وصل المستوى؟ واش لهالدرجه السيد الوزير المحترم؟ صح تحكمونا صح خارج بحال اللي ما عندنا لا تراكمات حنا لا والو. واش بدينا من الصفر ولا شنو هذا الشيء وقع دابا في البلاد؟ يحاسبني على مهنتك محامي، حاسبني على مهنتك وزير. والعداوه المغاربه والعداوه المغاربه والعداوه عقلتي نقولها بشي طريقه. واش السيد الوزير كتهضر من نيتك؟ واش كتعتبر المغاربه بهايم؟ انا كنسولك واش هل تعتبروا المغاربه حتى النقاش بحال شي واحد كيعتبر المغاربه ما كيفهموش كيفاش نحاكمك على اي حاجه دزتي؟ واش اسمح لي ما خصنيش نقول واش غنحاكمك علاش تزوجتي هاد المراه وماشي هاد المراه؟ اش دخلني فيك؟ هذيك هي. واش غنحاكمك علاش ما سبعتيش لولدك ما ذبحتيلوش الحولي؟ اش دخلنا فيك؟ واش غنحاكمك علاش شريتي الدار في تالودان وما شريتيهاش في اكادير؟ هادي متفق معاك. وهذا راه مال عام عباد الله. غنحاكمك كمحامي كنتي علاش ما خلصتيش اليوم واصلا في الدول الديمقراطيه والله ما توصل تكون وزير وكان عندك هاد التهرب الضريبي ولا كذا. واش فهمتي خطورتها؟ ما تحاكمنيش ملي كنت محامي ندير اللي بغيت. حاكمني دابا شكون قال لك التحليل؟ هذاك مال عام. حيث مال العام كاين السؤال، حيث كاين مال العام كاين الصحافه. وانت ما رضيتيش ما قبلتيهاش راه بصح عطاتك طانوبيله هند العشابي. خلصتي ما خلصتيش تنطلبوا منك عطينا ما يجوش انك خلصتيها صافيك وانت محامي. ما خلصتيهاش ما غاديش الله يسامح الدوله عادي. راه هادشي ما عندك واخا تعيا دير واخا دير فيا اللي درتي راه ما تحيش هاد الحقيقه بانت وضحات. حيت كون كان عندك الدليل كنت تجبدو صافي ببساطه صافي. واش عندك ولا ما عندكش؟ نجاوبك بعدا بواحد يا ريت تلقى واحد الماده. شنو قلتي؟ انا نوريك شحال نوريك انا في اوروبا تتشبعان. اسمع السيد الوزير المحترم اسمع هاك غنبدا نقرا معاك وحده بوحده تتشبع. نبداو بهذه شكون؟ اسمع السيد الوزير. استقالت رئيسة حكومة مدريد الإقليمية كريستينا كذا كذا من منصبها في ظل المزاعم محاولتها هذه في حكومة مدريد. نشروا لها واحد الفيديو من كانت في 2011 مواطنة عادية شي فيديو ديال اتهموها بشي حاجة وقدمت استقالتها. ما قالت لهمش لا ملي كنت كذا وكذا. ها الحالة الأولى أنا نزيدك تبع معايا مزيان. سانشيز يدرس تقديم استقالته عقب اتهام زوجته باستغلال النفوذ. ياك فرنسا اسمع فرنسا بعد مضي بضعة أيام على الشهر الأول من حكم ماكرون قدم 4 وزراء استقالتهم كان أولهم وزير الإسكان ريتشارد فيراند على خلفية اتهامه باستغلال المال العام لأغراض شخصية قبيل توليه منصب الوزير. ما دفعوا الاستقالة ما قال لهمش هذا انتقدوني بسياستي العمومة كوزير وجبدوا له ملف عندك قديم أخويا قبل ما تكون وزير صافي. شحال نعطيك شي ملف وزير العمل في عهد ترامب اللي كان ديك السيك مدعي عام ودار شي صفقه مع شي واحد شنو داروا؟ جبدوها له الصحافه قديمه قدم واش انتم في المغرب واش عايشين في شي جزيره ولا واش بغيتوا تعيشونا بالطريقه اللي بغيتوا ولا تراك وزير انا نمشيو لك في حياتك الا ما تعلق بالحياه الخاصه. قلت لك لا تزوجتي هاد المراه وما خديش هاد المراه هذيك قله الحياه اللي دخلك فيها الانسان. الا سميتي هاد ولدك ماشي هذيك قله الحياه. إلا سكنتي هنا مسك هذه قلة الحياة. دخلت لك لدارك وكنصورك هذه قلة الحياة. أما وأنت محامي ما كنتيش كتخلص الضرائب أولا وأنت محامي عطيتك على مثال زورتي شي حكم وثبت أنك زورتي وأنت محامي لقيناك عاطي القاضي فلوس واحد فيديو عاد بان دابا عطيتي شي قاضي شي رشوة مثلا غتقول لي ما تحاسبنيش. أنا عطيتك حالات السيد الوزير لا حصر لها لا حصر. دابا نتوما كتستغلوا الناس مساكن بهذا. وكاين صحافه اللي غير لي بعرض على السلامه ثم اضافه الى ذلك كيتكلم شي مشكل. دابا حنا كنا في شي بلاد فيها صحافه ونقابه ومجلس مع احترامي لزملائي والله علاش تقول هذاك كاينه صحافه غير الله يعطيها لها هو كيهين الصحافه قدام مجلس وطني كاين لا بلاغات لا نقابه لا كون كانت الصحافه ديال بكري نقابات بكري ومجلس كون بكري بحال دابا هذا كيفاش انت كتقول الصحافه كتسب الصحافه وكتهاجم الصحافه ماشي انا دابا هاجم الصحافه كامله تلقائي وتبدا الهجومات عليه. صوري انا سمعت صحفي تقول خصو يجب عليه بان يسكت اذا سكت السياسي ما تسيف الصحفي. انا شنو العلاقه؟ غير يسكت السي وزير والله الا غير يسكت. الا كنتي غتهضر وتنوضنا القلاقي دابا ملي هضرتي على الدي ان ما نوضتيناش المشاكل. منين قلتي لنا الحديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم هضره خاويه ما نوضتيناش المشاكل. علاش تهضر؟
منين قلت لك السيد تقاشر وكذا ما نوتيش صداع، منين قلت دابا عطيني شي وزير كيجيب هاد المشاكل شنو ربحوا منك؟ هادشي دابا واحد المنطق في المغرب خدام خطير. هذا القوانين ضد الشعب كدوز، قوانين قانون الاضراب، قانون الجنائي، قانون الصحافه صح، وهاد السيد خارج كيهاجم علينا وكيسب وكذا، وهذا الوقت وزعما بتا عرفتي شنو هذا وهادشي الماكينه غادا كطحن في المغاربه وكطحن في القوانين وفي التراكم وكنرجعوا للقرون الوسطى. هادشي شنو تقول بصح لا سيئه، انا علاقتي سيئه. سمعتوه قال لك انا علاقتي، هو كيعترف قال لك انا علاقتي سيئه بالصحفيين. ايوا هذا اعتراف، علاقتك سيئه بالصحفيين. نعاودها، سمعوا المغاربه قال لك انا علاقتي سيئه بالصحفيين. السكت السياسي ما سيئه بالصحفي. انا شنو علاقتك بالصحفي؟ لا سيئه، انا علاقتي سيئه. ولكن خفض ولكن اولا القانون الإدارة المشروع ينص اتفاقية على أن لا يكون النص مخالفا للمقتضيات الدستورية والأنظمة ديال الدول. أنا هذه قرينة البراءة. ثانيا أن هذا جزء من مشروع القانون الجنائي اللي كان جابه السيد الوزير السابق الرميد، وليس فقط وحده. وأنا أرجعت كل شيء وكانوا يتكلمون في هذا الموضوع إما كمشروع سياسي إما هذا لا يشكل لي إحراجا. بغيت ندير الإطلاق المشروع ما عندي إشكال، حيدوا قرينة البراءة أو واسي الوزير. مشكلة هذه في هذا المغرب، والله لا مشكلة بالله، والله خصنا نمشيو نديرو شي حرفة أخرى. والوزير واسي وهمي واحد الكلام اللي كتقول راه يا ربي السلامة يا ربي، يا ربي السلامة يا ربي. قال لك اسيدي ما غيديرش الاطراء غير المشروع لان غيمس قانون البراءة. حيدو قانون. واش دابا لهاد الدرجة كتستبلد الناس السيد الوزير؟ واش كيصحاب لك حنا بهايم؟ عاد سؤال، واش حنا بهايم؟ دابا هاد امريكان وبريطانيا والدول الديمقراطيه ما دايرينش الاطراء غير المشروع، مالهم كيقيسوا قناه البراءه؟ حل عاد المعادله. عندي سؤال، هاد النقاش هذا علاش كيطرحها في الدول اللي فيها الفساد؟ بحال دابا اندونيسيا هي طرح هاد النقاش. سير شوف استراليا، سير بريطانيا، سير الدول السويد، عندهم الاطراء غير. من اين لك هذا؟ واش انت رئيس جامعه البارح انت عندك الصنداله ديال ميكا واليوم عندك 20 فيلا و20 فيرما و20 شنو ما نسولك شغل. دابا انا من اغرب ما سمعت من وهو وهبي غير كيوصل الاطراء غير المشروع. عندك جوج حوايج وهبي، يفوا يهضر على الصحفيين الذي بحالي انا ويهضر على الاطراء، ملامح وجهه كتبدل كيولي معصب، مواضيع اخرى كيرتاح. دابا كيفاش؟ وقول لنا ديك الماده 20 من الاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد ما كاينش ان الشخص يبرر ثروته، ياك وحنا ما سالناش على الاتفاقيه الامميه. جاوب لي السي وهبي، وجاوب لي السي وهبي. ماده 20 من الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد، واش المغرب سالني عليها؟ الماده 20 ماذا تقول؟ والماده 31 البند الثامن ماذا يقول؟ والاتفاقيه العربيه والاتفاقيه الافريقيه. والرميد ما قاريش من دار هذا الاطار غير مشروع. الرميد ما كانش قاري، ما عادش قناه المراه. قول لي الرميد ما كانش كيفهم وقيله ياك؟ الرميد ما كيفهمش. انا بغيت نفهم هاد قانون البراءه ما فهمتهاش، والله ما فهمتها لحد الساعه. واش ما كتثيقش السي وهبي في الدوله في القضاء ديالنا؟ ودي ما كنتوش قضاء. ايوا غنجي نقول لك من اين لك هذا؟ بررها. شوف كاين احتمال واحد الا كان القضاء فاسد، قضاء ظالم، غيبقى يطحن. واخا نسولوا شي واحد شكون اللي غيحسن من النقاش؟ القضاء، الاداره. ونسول فيك مالها شنو فيها؟ علاه دابا البوليسي ملي كيجي كيقول لي لا كارت ناسيونال في الطريق، ما انا خدمته شنو فيها؟ كيتحق من الهويه، غنقولوا لا راه انت شكيتي فيا وكذا عادي. ملي كيوقفك البوليس في الطريق والجندار في البراج تيقول لك كذا ارى الورق، كيمس لك قارنه شنو البراءه تما، وعمل عادي روتيني كتعطيه الورق. وكيجي بوليسي كيلقى ورقك ناضين تيقول الله في راسك، بقى عندك شي حاجه كيخالفك ببساطه. نعاودها لك الاهميه. بوليس كيشدك في الطريق، وقف الورق. ملي كيلقى عمرك شي بوليس يلقى الورق على السيد ناضيا ودار به شي محضر؟ واش عمرك شفتيها؟ يلا عطيني شي حاله، والله ما يمكن. كيدير له في المحضر ورق ناضيا، ولكن كيلقى راسو راس كيدير به محضر. لا ميم شوز، وقف راه ديك الثروه بررها. علاش دابا نتايا مخلوع منها؟ علاش ما بغيتيش الناس يبرروا ثروته؟ عندي سؤال مهم اللي جاوبتيني عليه السي وهبي نكون لك شاكر. علاش الدول هذا سؤال واعر، علاش الدول اللي فيها الفساد قليل داير الاطراء غير المشروع، والدول اللي فيها الفساد كثير ما دايرش الاطراء غير المشروع؟ نعاودها لك. علاش الدول اللي كيكثر فيها الفساد بزاف داير القانون كيجرم من الاطراء غير المشروع، الدول اللي ما فيهاش الفساد مره قليل داير القانون يجرم من الاطراء غير المشروع،
والدول اللي في مضرب تيقرع يسيل دمه بالفساد، علاش؟ قال ونسولك السي وهبي، دابا انت كاين شي واحد كيهدم قناه البراءه قدك، دابا انت اللي كدافع، الملف داخل التامل وانت كتهضر فيه، دابا ديك ماشي قناه البراءه ملف التامل وانت كتهضر في التامل، ماشي تا القاضي، وراه قاضي، انت راك وزير، قاضي، تصور قاضي وانت وزير عضو سلطه تنفيذيه، وانت كتلقى المسؤوليه القضائيه الكبار. انا ماشي كنبغي نقول لك، ولكن خطورتها واخا ما كاين حتى حاجه، راه انت القاضي غيشوفك انت كتلقى المسؤوليه القضائيه الكبار ديال الدوله وكتهضر، يقدر شي واحد يشك يقول لك هذا مالو كيهضر بهذا الزعامه، منين جاتو هاد. انا والله بمنتهى المسؤوليه، والله شاهد عليا، ما عمري ما نقدر نقول لك ذاك القاضي، بالعكس انا كنعتبر ذاك القاضي اللي حكم عليا قناعته عطاتو داكشي بمنتهى المسؤوليه، قناعته ما نقدرش نقول شي فكره، ولكن توكر رمزيا وادبيا خلي القاضي يحكم في خاطره، انت راك وزير، انت راك كتلقى المسؤوليه القضائيه الكبار. حشومه وعيب المملكه المغربيه، حشومه وعيب، عيب تهضر مين فيه التامل وانت وزير، عيب وانت راجل كنتي في المحاماه وكنتي كذا، عيب تهضر في مين في التامل، عيب، خليه يخرج من التامل بعدا، عيب. الاثبات فيه ما يبقاش الاثبات ديال نثبت انا البراءه ديالي، انا ماشي دوري هذا، الدوله دورها تثبت لي الادانه ديالي وتثبت انني درت الجريمه، ولكن يجي اي شخص ويتهمني هكا بطريقه رخيصه وبطريقه سهله، انت عندك تتبين هذيك ظروف كذا فهذا كلام. السيد وهبي المحترم في ميريكان بطريقه رخيصه، ما ميريكان واستراليا وبريطانيا وفرنسا مالهم، علاش كدير الطريقه بحال هكا؟ بحال ديك النهار ملي بغيتي لا الفلوس ديال وزير الداخليه لفتيت محامون وجمعيات مبتزه وجمعيات كتسرق وعاش كذا، ما فهمتيش. أقبله إطلاقا. حينما نقول بأنه حينما تكون هناك جريمة ثابتة يمكنني أن أتساءل حول مداخل الشخص هذا، ولكن إذا ما عنديش الحق، أنا قرينة البراءة هذه مقدسة ومنصوص وهضرتي مين في التأمل مقدسة على دستوري، عنده الدستور، ما عندي مشكلة، عنده الدستور، قل في بناء يجوز نقل وحين دخل انا عاود لك، استراليا كاع ما حيت قانون البراءة من الدستور، وجرم الاطار، وامريكان وبريطانيا، شي السيد الوزير الدفعات ديالك ماشي صلبة من الدستور، وأنا معكم، ولكن لأرضي خطابا سياسيا شعبويا من خلال مخالفه الدستور، هذه ليست الاخلاقيه. القراءه السياسيه اكثر من القراءه القانونيه. هو الخطاب ديالهم سياسي، اما الخطاب ديالنا قانوني. انا كنبغي تكون قرينه البراءه اللي فيها الدستور، يحيدوا من الدستور ونجي نتذكر معهم، مادام كاين في الدستور ساقف في مواجهه هذا الخطاب. ومنع جمعيات حمايه المال العام من مقاضاه رؤساء. ما منعتهمش، قننتها فقط باش نخلي الاجراءات تكون صحيحه. انا نعطيهم الحق يتقدموا بشكايات لدى الجهات الماليه التي تراقب الماليه. وكيفاش الجمعيه تعيش الجهات الماليه؟ دخل الجهات الماليه، ما فهمتش. وكيفاش النيابه العامه؟ ما فهمتش الماليه. ماشي غنجي وندير شكايه انا، لان اش كيوقع؟ راه المشكل هو الفيسبوك، المشكل هو هذا الماضي، كيدير شكايه وكيدير ندوه صحفيه مباشره. علاش كدير ندوه صحفيه؟ يعني دابا تتحضر الملعب، اش درت ندوه صحفيه؟ واش درت ديك الاشارات؟ واش درت ديك التهديدات اللي كدير رؤساء الجماعات؟ هذه كلمات حق يراد بها باطل. انا ما نقبلش على الموضوع هذا، وبناء عليه قننت الموضوع فقط. طيب نمشيو للشق المتعلق بعلاقتكم بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. يؤخذ البعض عليكم سيد الوزير اللجوء الى المتابعات القضائيه، الشيء الذي اثار نقاشا عموميا اغلبه ليس في صالحكم. لا صالح ولا ماشي صالح، لا يهمني، انا كندير شغلي. سمعتوه قالت له هذه المتابعات ماشي في صالحك، شو على الجواب دبلوماسي؟ قال لها في صالحي ماشي في صالحي، لا يهمون، لا يهم المملكه المغربيه وصوره الوزير وصوره لا يهموني. شغلاتهم انا غير نكون واضح. الصحفي ينظمه القانون الصحافه التي ليست فيه احكام سجنيه. علاش؟ لان الصحفي يفترض انه مخطئ، يفترض فيه انه سيرتكب خطا، والخطا شنو هو؟ كيجيب واحد الخبر ولا كيجيب واحد الاعلان كيقول واحد الخطا، وانتهى الموضوع. ولكن حينما يتم تكراره واستغلاله والتمادير مع معرفه الخطا وتحويل افعال عاديه الى جرائم باوراق وهميه، كيولي جريمه، لانك تخرج من صحفي الى فصل الى تصفيه كمحامي حاسبني على مهنتك وزير. بمعنى ان اللجوء الى القضاء يبقى الضروره القصوى بالنسبه ماذا يمكنني ان الصحفي يمكن يبدي رايه في سياسه العموميه، حياتي الخاصه ليست سياسه عموميه. ما قمت به وانا محامي ليست سياسه عموميه، لا يمكن حاسبني على مهنتك محامي حاسبني على مهنتك وزير. بمعنى ان اللجوء الى القضاء يبقى الضروره القصوى بالنسبه. مسكينه هذه كتشلت له مصيبه هذه البلاد. دابا تعرف التكامل، دابا وزير فين هو الاعلام؟ دابا السيده صحفيه مع احترامي ليها كتكمل له، ما عطاتو حتى سؤال محرج،
شوف دابا الصحافه، شوف التلفازه كي دايره، شوف كي دير تبنيه الديمقراطيه، كي دير توعيه المغاربه. دابا شوف هذه صحفيه كي كتهضر وبحال اللي خدامه عنده في الكابع، احترامي ليها مسكين، ما كاين حتى شي سؤال، ما عرفاش كاع القضيه، ما عرفش هو جالس كيدير في الصحفيين. لا يمكنني ان افعل كوزير ان التقي في الشارع واقوم بالهجوم عليه، ليس بين يدي الا القضاء ويجب ان اتجاه القضاء. فكرت نمشي للمجلس الوطني، ما هي السلطه الاقصى للمجلس الوطني؟ حيث البطاقه غادي تستمر كيدير فيها البطوله. اذا انا رايت ان هذا الجهاز الذي اسسه الدستور الدوله واسس ليحميه، وكذلك اذا اهانه شخص او اذا استفزه شخص استعملته من حقي. يعني فتحدى يقول لي دخلت في الموضوع. سمعتوا شنو قال؟ قال لك انا ما مشيتش عنده للصحافه، البطاقه المجلس الوطني، قال لك بحال غيحيدوا له بطاقه الصحافه. مشيتي للمحكمه، المحكمه اش غدير لي؟ غديني للحبس. وعلاش درتي قانون الصحافه ملي انت باغي الحبس؟ بغيت نفهم هذه المعادله. ما بغيتيش تمشي للمجلس الوطني لحقاش الافق ديالو او اقصى عقوبه عنده هو يحيد بطاقه، اذا مشيتي للمحكمه اذا شنو اذا بقيتي كتفكر في العقوبات. هذا السيد كي غندير له؟ حيت له البطاقه ما غيسكتش، هذا خصني نشردو ورابح انت زعما غندير الحبس وغنفقرو. دابا شو قالها بلا ما وعى. لخطر، اسمحي لي نقول لك، لخطر ماشي هو هذا، لخطر الان ان الهجوم على القضاء من طرف هذه وسائل التواصل الاجتماعي لاضعافه ويصبح تحت سلطته. هذا هو اللي خطر سيحمل القضاء تجاه احنا غادي نتحدثوا على مساله انا التقنيه. هذه غنعاودها لك خطورتها. عاودها. الداعي يقول لك دخلت في الموضوع. لخطر، اسمحي لي نقول لك، لخطر ماشي هو هذا، لخطر الان ان الهجوم على القضاء من طرف هذه وسائل التواصل الاجتماعي لاضعافه ويصبح تحت سلطته. هذا هو اللي خطر. نسولكم ما تقلقش. كاين شي واحد اجى مع القضاء قدك في تاريخ المغرب كمحامي وعندك حكم، قلتي الاحكام ديال هيئه الحكم ديال الملف العفوره كيتلقاو من عند الضحاك، والضحاك ديال دريس البصري. الشيء يلا شكون اللي عطاك الحق انت تكرفت على القضاء بديك الطريقه؟ وعلاش ملي كنا في المحكمه كاع ما هضرتي عليها انت؟ واش عمر شي مغربي قال هذا الكلام اللي قلت ليه السي وهبي؟ هيئه قضائيه تبت في ملف وعلقتي على انها تابعه للضحاك الاول، والضحاك تابع لدريس البصري، بالتالي هذاك الحكم جاني تعليمات وحكم عليك ب4 أشهر. ما عرفتش واش نفذتيها ولا لا. جاوبني في هذه النقطه، واش نفذتيها ولا ما نفذتيهاش؟ انا ما نقدرش نقول لك نفذتي هذاك التوقيف. القضاء تجاه احنا غادي نتحدثوا على مساله انا التقنين ربما قد يدير بحريه التعبير داخل هذا الفضاء. انتقدني، انتقد السياسه العموميه، انتقد الوزير، هذا كله غنحميو قانونا. لما غنحميو اهو شنو انتقدنا لك؟ الطنوبيله مالك؟ الطنوبيله والسياره شنو؟ والرسوم القضائيه وهذا اللي قال مبدع. شنو قلنا لك؟ فين لك حياتك الخاصه؟ علاش كتضوء؟ علاش كدير هكا؟ علاش واش وصلنا لهذا المستوى؟ ولا حول. التجني هو المساس بحقوق الغير وبحريه الغير. لا الحريه لا يعني انك تقول اللي بغيتي وتحول الامور كما بغيتي وتاولها كما بغيتي، راه هذا ماشي هي الحريه. الصحف نسولك بعدا في القضاء دابا انت ملي كنتي كتعلق على الاحكام، كاين شي واحد علق على الاحكام قدك انت؟ ملي كتقول الاحكام ديال القضاة مول العام كيدي 5 ومول 5 كيدي 10. في المغرب راه قاسيه، احكام راه قاسيه. اللي خصو يتحكم بعام كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم 10 سنين كيتحكم 20 عام. علقتي ولا ما علقتيش؟ عندك الحق. دابا انت السويبي غريب الاطوار، غريب لواحد الدرجه ما تصور. كتنتقد الاحكام وتقول الناس علاش تنتقدوا الاحكام، تعلق على الاحكام وتقول الناس علقت على الاحكام. حتى كدير الحاجه غريب، عندك غريب، تتهاجم الناس وتتسب الناس وكتقول انت حريه. واش انت دين مو ما قلتيش برلمان كيهضر على حريه التعبير؟ انت اغرب وزير شفت في حياتي، حق الله الذي لا رب سواه. غريب عندك اسلوب تيقول في البرلمان دين مو شويه يقول لك حريه التعبير وحياه الناس، مشارك للحديث النبوي هضره خاويه وكذا وكذا، لا عاوتاني شي يقول لك احترام الاديان واحترام كذا، يقول لك ودابا انت كاين عطيني شي واحد اساء القضاء قد داك التعليق ديالك. واش كنتي داك المجله شحال علقتي عليها من حكم مجله؟ شنو هو اللي مجرم في التعليق على الاحكام؟ هو التحقير. ملي كتناقش بنصوص قانونيه، وعلاش حنا كنديروا الاحكام ديال محكمه النقد، كنديروا الطعن بالنقد ملي كيكون شي امور كتقيس القانون؟ وعلاش انت كتنتقد الحكم ديال القضاة؟ هذه اللي غنقول لك بهدوء. انت كوزير علاش كتمشي تقول القضاة كيعطيو احكام قاسيه على المغاربه؟ هذا شنو؟ هذا تعليق ولا شنو؟ وهذه هي الجريمه، والدليل هو نادي قضاة المغرب دار عليك بلاغ وغضب عليك
طبعا ما يوقع لك والو، وقع اللي وقع. واخا يجتمع عليك المغاربه كاملين، واخا يجتمعوا عليك انت المغاربه كاملين، والله لو وقعت لك شي حاجه. واش عندك الحق انت تقول القضاة اللي كيعام المواطن كيدي عام كيدي 5، ودوك البوليس كيفاش كيلقاو واحد الانسان الحشيش ملي كيكونوا كيستمعوا للبوليس مالو كيلقاو عندهم 100 درهم كيولي باش يتعتقل كنزيدوا له 100 درهم. اي تتقول انت دابا هو عرفتي شنو هي حريه التعبير؟ تتقول اللي بغيتي، حنا ما نقولوش. عرفتي لا بلا حريه التعبير الاغنياء، حريه التعبير الفقراء. هو يقول اللي بغى، يقول لك اسيدي الشيطان تاليته ما جبنا لاكارت، هذه هضره خاويه، تقاشر ولا باس عليه، دير مو داخل البرلمان الكلاب، وكيدير اللي بغى. والله هضر مع شي واحد وكيدعي. هو ما تعلقش عليه، واخا تقولوا سيد الوزير غلا ما قبلش شكون انت. انا اسال ولا اسال، انا الوزير. عمره ما وقعتش، عمري ما شفت شي حاله وزير في تاريخ البشريه بحال السي وهبي، مع كل احترام ليه، يعني ما عمري شفت شي حاله بحال انا والله الذي لا رب سواه لم ارى هذه الحاله. يعني وزير ما كيقبلكش تنتقدو. واش كيدير الحقائق كيفاش كيقلبها؟ انت كتناقش الرسوم والضرائب وتمشي عند الناس كاش كيدير لهم. بحال يقول ذاك اليوم تبع تقول بقى يهضروا بحياته الخاصه. علاش كتعاملك؟ علاش ما تدعيش هيسبريس؟ شكون اللي قال لك ماشي هيسبريس؟ ها طبعا ما نقولكش دعي هيسبريس دارتها خدمتها، لعب منطقك. خليتي دابا الخبر ناقل الكفر، اش كنقولوا ناقل الكفر ليس بكافر. اذا انت كتستهدفني انا، عندك مشكل مع هذه القناه، عندك مشكل معايا باش والا سيبوا الخبر وعطيه شي بيان الحقيقه، ولا الخبر باقي منشور. احكام واش كتحرض زعما القضاء؟ زعما ما نهضروش علاش بغيتي في القضاء، ما نهضروش في القضاء. شنو اللي مجرم في التعليق على الاحكام؟ التحقير. عطيني شي ماده تجرم التعليق على الاحكام، عطيها لي في النص. لكن انت رجل قانون تقول للمغاربه هذا الكلام، عطيني ماده تجرم التعليق على الاحكام القضائيه. نعطيك واحد الماده. هذه الجزء. وهيئه المحلفين هو نظام محاكمه باستشاره المواطنين غير المتخصصين عبر جعلهم جزء من نظام العداله، وذلك بتمثيلهم في هيئات الاتهام او المحاكمه او ولعبه هيئات المحلفين. احنا والسيد الوزير واش حنا عايشين في جزيره ولا انا ما عرفتش. قبيله قلت لك هادشي ديال الاطراء غير مشروع. وقرا هيئه المحلفين الميريكان هو نظام محاكمه باستشاره المواطنين غير المتخصصين عبر جعلهم جزء من نظام العدل. علاش نتوما كتبغيو تبعدوا الناس على الاحكام وعلى القضاء؟ علاش كنديروا جلسه علنيه؟ شنو هو الاساس الفلسفي ديال الجلسه العلنيه؟ تعرف جان كالاس شكون هو جان كالاس؟ هذا واحد السيد اتهم بقتل ولده. شكون اللي جاب له البراءه ديالو؟ فولتير. رساله في التسامح. فولتير كتب عليها، هو اللي يبين الحقيقه علقها. دابا فولتير كون كان دابا اعتقلتيه السي وهبي. وديك البنت ديال تيفلت بشحال كانت محكومه؟ بعامين ابتدائيا، ما علقوش المغاربه على الاحكام. وكيفاش ولات من عامين ل 20 عام في السينما وما تعاقبوش دوك القضاة؟ وشكون اللي تفاعل مع ذاك الحكم؟ ماشي الراي العام. وعندي سؤال اخر السي وهبي، علاش انت كتستنفر في العلاقه بالاحكام اللي كتمسك انت؟ هاد الاحكام ديال الطوجني هذه ولا ما بغيتش التعليق عليها وديالي؟ شحال الاحكام كيضلوا يهضروا المغاربه؟ ما عمركم ما هضرتوا. علاش بالضبط هاد الحكمين هادو؟ شحال الاحكام كيضلوا المغاربه يهضروا؟ كاينه مجلات كتعليق على الاحكام في العالم، كتعليق على الاحكام. وحنا كنضلوا نعلقوا على الاحكام عباد الله. وكاينه ماده تعليق على الاحكام، ماده كتقرر في الجامعه تعليق على الاحكام. وفي العالم كيعلقوا الصحفيين على الاحكام في العالم. وكنعلقوا على القران، والقران كيفسروه الناس وحديث النبويه والكون والتفسير. بغيتي زعما دير لنا هاد الحصانه؟ زعما انا متفق معك في التحقير، وي عبارات السيد الرئيس المحترم السيد كذا لم يكن موفقا او جانا وهنص وهكذا. شنو؟ اما التحقير لا، تجيب شي عباره محقره او لا مسيئه، هذيك جريمه. انا متفق. علاش ما بغيتش نناقشوا؟ علاش ما بغيتش انا نعرف نناقش على الاحكام، نناقش الحكم بالادب والصواب. اضمن لي انا غير ما نحقرش. ولا عندك شي نص في القانون عطيه لي يجرم التعليق على حكم، عطيه لي في القانون، عطيه لي في العالم. ولا ساقوا لنا الناس برا ولا تيضحكوا علينا. واش كنعلقوا على الاحكام ديال المحكمه الاوروبيه ديك المره وكنشرف المحكمه الامم المتحده كنقول لها خديتو رشوه وخديتو كذا. شنو بغيتي زعما؟ ما نعرفش انا كاع شنو وقع، ما نناقش. ودي شنو نقول لك السيد الوزير المحترم؟ شوف واحد ما نعرفش كيفاش نقول لك، والله العظيم هذا الشيء ولا كيقلق بالله.
شفنا الحكومة البي جي دي انا فاش عشت، انا عشت مع الرميد، ما حد لين ما درت للرميد وباطار مهني. وشحال كتبت على عبد القادر، وكتبت على الاخر سميتو ديال الاحرار، وشحال كتبت على بن كيران، شحال كتبت على الاتحاديين، شحال كتبت على شاباط، كتبنا على الوزاره. وفين يبان هادشي اللي كتبنا على وهبي، فين يبان؟ ما عمرنا ما شفنا هاد الحاله يا خويا، والله ما عمرنا عشنا المغرب اللي كان اليوم. واحد التراجع في المغرب خطير جدا، ومره المغرب فيه وقعت هادشي خطير بزاف بزاف بزاف. شحال دابا انت الاحكام هذوك اللي كيعطيو الصباع القضاة وكيسبوا القضاة، درتو عليهم شي حاجه؟ اللي يقول لك نفكرك بديك الهضره، احكام القاضي كيصدر الحكم فوق السيده، عقلتي شنو درتي فيها السيوه؟ حنا كنقولوا داك الشيء هذاك. ما دابا اللي كيصدر القاضي الحكم فوق العاهره، يا ربي مع احترامي الساده القضاة، طبعا هذاك كلام السفهاء، كلام السفهاء، ولكن حنا ماشي ديال العبره جبدتو. الا كنتي انت علاش هذاك ما جرمتيش، ما هضرتيش عليه، ما تصديتي، ما درتي له والو؟ لو اذا ماشي الغيره عندك على القضاء، لو كانت عندك غيره على القضاء غتمشي اللي كيقول لك القاضي كيصدر الحكم فوق العاهره واللي كيعطي الصباع، تما غتبان ليا انت تستهدفني. تا السي اخنوش والله ما عاد كتستهدف هذه القناه. ايوا المهم كنت نقول هضره، يقول لك عاوتاني غا كان الحمد لله على هذه البلاد. كنشكركم اخوتي المغاربه، الى اللقاء.